اول شي لتبلة الفروج بدي اضيف برش الليمون، ما بكتر، شوي صغيرة تقريبا هيك. ورح اضيف معلقة ملح، ورح اضيف تقريبا كاسة شاي زيت نباتي. وعندي هون البهارات المشكلة اللي هي كركم نص معلقة صغيرة، هيل ربع معلقة صغيرة، فلفل ولا بهار حلبي ربع معلقة صغيرة، كاري ربع معلقة صغيرة، فلفل أبيض كمان ربع معلقة صغيرة، وكزبرة ربع معلقة صغيرة. وعندي هون بهارات الفروج بدي احطهم فوق برش الليمون والزيت والملح. وعندي هون بودرة الزعفران بدي احط تقريبا معلقة صغيرة، وعصير ليمونة وحدة. وبدي اطحن زنجبيل مع توم، وبدي احط كمان فلفله حمراء. راح اضيف شويه زيت، شوي مكتر، تقريبا نص كاسه شاي. وراح اضيف معجون الزنجبيل مع الثوم والفلفله اللي طحناهم. وراح اضيف التبله اللي ساويتها فوق الفروج. انا عندي هون دبوسيات مثل ما لكم شايفين، وبخلط الفروج مع التبله منشان كل شيء يتمازج مع بعض. وهلا بدي اقلي بصل. اول شي بدي اضيف شويه زيت، هيك بكفي. بعدين رح اضيف البصل، وبدي اضيف على البصل رشه ملح. وبعد ما قليت البصل بدي اضيف عليهم البهارات الصحيحه. رح احط لومي، ورق غار، القرفه، وقرنفل 3-4 حبات، وهيل كمان 3 حبات، وبقليهم كلهم مع بعض. وعندي هون رز 3 كاسات حبة طويلة، هو رز ابو كاس. كنت غسلتهم ونقعتهم. بدي اضيفه بالصينية تقريبا معلقتين ملح اكل، وهي الثانية. ورح اضيف مي سخنة، تقريبا ضفت مي سنتي فوق الرز مثل ما يكون شايفين، لاني كمان كنت نقعته فما بياخد مي كتير. بحرك شوي. وهلا بدي اضيف شوية بصل اللي قليته مع البهارات الصحيحة، ما بكتر، شوي صغيرة لاني كمان بدي اخلي الزينة. وبعدين بدي غلفه بورق الالمنيوم، بغلفه كتير منيح. وبدي اعمل ثقوب بالالمنيوم منشان هلا بدي احط الفروج، منشان الصلصه اللي حطيناها للفروج والبهارات كلها تنزل على الرز ويتشرب الرز. وهلا بدي اصف الفروج فوق الالمنيوم، هيك وحده وحده. والصوص والتبله اللي تبلنا فيهم الفروج كمان بدي احطهم فوق الفروج. هي التبله كلها رح تنزل على الرز وتنكه الرز ويصير كتير طيب. وطبعا كمان دهن الفروج رح ينزل فوق الرز. لهالشي انا ما حطيت للرز يعني دهون، لا سمنه لا زبده ولا اي شيء. وبرجع بغلفهم ورق الالمنيوم. وبعد ما غلفتها بدي احطها بالفرن على درجة حرارة 180، يكون الفرن شاغل من فوق ومن تحت. تقريبا بتاخد ساعة، ساعة وربع. على كل حال انتوا افتحوا شيكوا بعد ساعة وشوفوا. وبدي اساوي صلصة الدقوس. بدي احط بندورة، حطيت بندورتين. وبدي اضيف فليفلة حمراء تقريبا قرن واحد، وبدي احط سنين توم وشوية خل تقريبا معلقة اكل، هيك كفي. ونص معلقة صغيرة ملح. وبدي اضيف ربع معلقة صغيرة فلفلة حمراء، هي كتير حدة. وعم بحمص شوية لوز مفروم مشان الزينة. طبعا انتو فيكم تضيفوا المكسرات اللي بتحبوها. وبعد ما مضي تقريبا ساعة وربع هلا بدي افتح عليه واشيك. اوه يا سلام. وشايفين كيف اللحم فاصل عن العظم، هذا دليل على انه استوى. وهلا بدي شغل فحمتين ورجعه على الفرن لحتى شوي يشقر وياخد لون وياخد طعمة الفحم، وبعدين بصير جاهز.
وهيك صار معنا المندي جاهز. شايفين كيف الرز مفلفل وملون؟ وهي المندي صار عنا جاهز مع صلصة الدقوس. جربوا هي الطريقة كتير رح تعجبكم وكتير سهلة، يعني مثل ما شفتوا مجرد طبقنا المكونات كلها وحطيناها بالفرن. كتير طيب.